بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. نتكلم النهاردة عندنا موضوعين مهمين جدا. الموضوع الأول نادي الزمالك واللي حصل في نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة، وتحليل ماتش الزمالك وإنيمبا. ثم عندنا الماتش الأهلي والتحليل بقى الماتش الأهلي وبطل هيقابل بطل المكسيكي خلاص في نص نهائي كأس عالم القارات باذن الله. هنقابل بطل الاهلي يقابل بطل المكسيكي نص النهائي كاس عالم القارات. الاهلي خلاص هيقابل بطل المكسيكي نص عالم القارات باذن الله. ونتكلم على تحليل ماتش الاهلي واورلاندو برضو باذن الله. بس اول حاجه بنتكلم على الزمالك وتحليل الزمالك وإنيمبا. اول حاجه تحليل الزمالك وإنيمبا. بس حصلت مفاجاه النهارده في صباح اليوم، خلاص هنقولها دلوقتي لحضراتكم حصل ايه النهارده. خلاص خبر جوميز ابلغ اداره الزمالك بالطلب رحيل مساعد الاجانب بالكامل بالاضافه الى احمد مجدي والانتقال معه الى فريقه الجديد. يعني خلاص كده مستر جوميز مشي من الزمالك. يعني النهارده في الساعه 12 بعد منتصف الليل جوميز ابلغ نادي الزمالك اداره نادي الزمالك: انا عايز امشي، انا مش مرتاح، عايز اروح النادي السعودي. خلاص كده جوميز مشي. لحد الان مين يدرب الزمالك؟ لحد الان في اسمين مقترحين: الكابتن مؤمن سليمان والكابتن طارق مصطفى مدرب بنك الاهلي الحالي. هنشوف هيحصل ايه في النادي الزمالك خلال الساعات المقبله. هنشوف هيحصل ايه للزمالك باذن الله. ماشي، هنشوف هيحصل ايه في النادي الزمالك. يلا بقى نتكلم اول حاجه نتكلم بقى عليها الزمالك والتحليل ماتش انيمبا النيجيري في الكونفدرالية اللي خلص تعادل ايجابي 2-2. يلا نتكلم بقى على تحليل الزمالك وانيمبا الاول. الزمالك ضيع قبل نتكلم الماتش. الزمالك ضيع فرصة المكسب. الزمالك خسر نقطتين في الجولة الثانية من الكونفدرالية. الزمالك كان سيء جدا، هنشوفه دلوقتي حضراتكم. الزمالك ضيع هجمة في الدقيقة 7، ثم انيمبا ضيع هجمة في الدقيقة 26، ثم الزمالك 32 الزمالك يسجل هدف الدقيقة 32 وحتة على طريق الجزيري. ثم الزمالك يسجل هدف الثاني في الدقيقة 39، ثم انيمبا يسجل في الدقيقة الرابعة من وقت بدل الضيع جون غريب عجيب، خروج محمد عواد، وخروج خطأ من الدفاع الزمالك واخطاء الزناري، ثم يجيب الهدف الثاني انيمبا. كده انيمبا يخلص الماتش 2-2. الزمالك كده يضيع فرصة عمره ويضيع فرصة المكسب. عنده ماتش صعب امام المصري يوم الاحد القادم ان شاء الله الساعه 6 باذن الله في برج العرب باذن الله. الماتش صعب على الزمالك. وكده خلصنا الزمالك. يلا بقى نخش على النادي الاهلي سيد القاره، وعنده ماتش صعب يوم الاربعاء باذن الله تعالى. عنده ماتش صعب يوم السبت باذن الله امام بطل المكسيك. كان دلوقتي انتهى منذ قليل. بطل المكسيك وبطل امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه، بطل البرازيل وبطل المكسيك، قادر يفوز بطل المكسيك 3-0 لبطل المكسيك. ماتش صعب على الاهلي ان شاء الله قدها. يلا نخش تحليل ماتش بطل المكسيك وبطل البرازيل. تعال نشوف ايه اللي حصل في الماتش والاحصائيات الماتش كانت عامله ازاي. بطل المكسيك ضيع في الدقيقة 7. أول ربع ساعة بطل المكسيك أفضل بكتير قوي. أول ربع ساعة بعد يعني أول ربع ساعة باتشوكا أو فريق المكسيكي أفضل بكتير أحسن من الفريق البرازيلي. ثم بعد مرور نص ساعة بطل البرازيلي يبتدي يمسك الكورة لحد بطل البرازيل ضيع هجمة في 37 في الدقيقة 38. ثم آخر الشوط الأول ابتدي فريق المكسيكي يمسك كورة تاني ويفضل يلعب تاني ويفضل يلعب تاني لحد ياخد الشوط الاول 0-0 تعادل سلبي. بعد كده الشوط الثاني كله يتحول الى المكسيك لدرجه جابوا 3 اجوان. هنقول في الدقائق بالظبط كام وكام في الدقيقه 50، ثم في الدقيقه 50، ثم في الدقيقه
69 ثم في الدقيقة 79 كده الماتش يخلص 3-0 للفريق المكسيكي. كده صعب جدا المكسيك، كده المكسيك والاهلي ماتش صعب على الاهلي. يعني كده عشان احنا نبص ريال مدريد قدام، لا لا لا، نبص الاول لبطل المكسيك ونذاكره، وان شاء الله هنلعبه كويس، وان شاء الله هنكسب باذن الله، هنجيب جونين، نكسب ان شاء الله اي نتيجه 1-0 1 زي 10. بس المهم الاول نركز ونلعب صح. البطل المكسيك، بطل المكسيك بيهاجم من العمق، عايزين نركز عليه، بيهاجم من الاطراف وعنده الكور الثابته برده، كور خطيره. لازم الاهلي ان شاء الله بيركز، ان شاء الله الاهلي قدها باذن الله باذن الله باذن الله. يلا بقى نتكلم على التحليل ماتش الاهلي واورلاندو، يخلص تعادل صفر سلبي 2-0. كده الاهلي كده ما عنده 4 نقط زيه زي اورلاندو والسيد ابيجان 0 من النقاط، والشباب بلوزداد 3 نقاط. يلا بقى نتكلم عن تحليل ماتش الاهلي واورلاندو. ثواني يلا. الاهلي واورلاندو اول نص ساعه ما فيش 0 هجمات، يعني ما فيش ما فيش هجمات، 0 كوره، يعني فيش توقف، حد شرب التوقف، حد شرب التوقف الميه. اورلاندو ابتدي يمسك كوره ويضيع في الدقيقه 35 41. بعد كده اورلاندو يمسك كور، يعني اورلاندو يخلص 0-0. بعد كده الاهلي 56 يضيع، اورلاندو 59، اورلاندو يضيع 61، الاهلي يضيع 83 85. نهايه المباراه تعادل سلبي 0-0 بين الاهلي واورلاندو. يلا بقى نقول التشكيل اللي بالنسبه لي الافضل والمتوقع للماتش الاهلي وان شاء الله بطل المكسيك. هو ده التشكيل الافضل حاليا، وهنقوله لحضراتكم باذن الله. هو ده بالنسبه لي انا، التشكيل ده هو اللي لعب اورلاندو في خط الدفاع. بس خط هجوم كان بدل تاو طاهر مكان الشحات رضا سليم ومكان قفشه امام عاشور. هنقول دلوقتي لحضراتكم بسم الله الرحمن الرحيم. التشكيل المتوقع النهائي كاس عالم القارات. طريقه اللعب 4-3-3. محمد الشناوي في حراسه المرمى، من اليمين للشمال عمر كمال، يحيى عطيه الله باكات، 2 سنتر باك ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، اكرم توفيق، مروان عطيه، مجدي قفشه، تاو، الشحات، وابو علي. ده التشكيل الافضل بالنسبه لي انا. نقوله تاني: الشناوي افضل ما يمكن، عمر كمال احسن باك رايت، يحيى عطيه الله، ياسر رامي ربيعه 2 سنتر باك، اكرم توفيق مروان عطيه 2 6، وقفشه 10، وتاو والشحات وابو علي. قفشه افضل من امام عاشور، قفشه احسن من امام عاشور. امام عاشور بيعيش، مش عارف مالك يا امام، بتعيش ليه؟ اسوء ليه حياتك؟ لا يا امام، امام عاشور قفشه لازم يلعب، وحسين الشحات وتاو وابو علي. ده افضل تشكيل ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله الساعه 7 مساء بتوقيت القاهره. باذن الله هنشوف وهنتابع الاهلي هيعمل ايه، بالتوفيق الاهلي باذن الله، بالتوفيق الاهلي ان شاء الله تعالى. ونقول تاني، هنقول بقى الصفقات باذن الله المفروض الاهلي يجيبها خلال كاس عالم الانديه باذن الله. الصفقات بقى، صفقات الاهلي في كاس العالم للانديه المفروض يجيبوا في يناير او 31/5 لحد 10 يونيو. يعني الفيفا فتحت لنا القيد مرتين، مره في يناير ومره من بعد نهايه شهر مايو، يعني من اول يوم 31 لحد 10، يعني قبل البطوله ب5 ايام. هنشوف دلوقتي الصفقات المفروض الاهلي يجيبها تاني، او اللعيبه ترجع القديمه تاني ترجع تاني. يعني المفروض يجيب محمد عبد المنعم وحمدي فتحي والي ديانج ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد بن رمضان ومصطفى محمد، مهاجم اجنبي مش افريقي وجناح اجنبي. دي الصفقات المفروض الاهلي يجيبها. وكمان الاتحاد الدولي الفيفا دفع 20 مليون دولار
في خزينة الاهلي. يعني الاهلي يحمل دلوقتي شيك ب 20 مليون دولار، المفروض يجيب بيها لعيب والصفقات ويدعم صفقاته باذن الله. باذن الله ربنا معاك يا اهلي، ربنا معاك يا اهلي، والتوفيق للاهلي باذن الله. بس عندي كلمتين برضو خصاص من النادي الاهلي واقفل مع حضراتكم. من بعد قرعه كاس عالم انديه، وفي بعض الاعلاميين وبعض الناس وبعض اللعيبه الكره قدامى واللعيبه بيقول احنا مش هنشجع النادي الاهلي في كاس عالم الانديه، احنا مش، انا مش هشجع الاهلي في كاس عالم القارات. لا يا حبيبي انت وهو، لا يا كابتن، لا يا كباتن، احنا دلوقتي النادي الاهلي بيمثل مصر يا كباتن. النادي الاهلي بيمثل مصر، النادي الاهلي بيمثل مصر. يعني الفريق المنافس بالزمالك، يعني عشان ما راحش كاس عالم انديه ولا ما راحش كاس عالم القارات، ولا عشان مش بيقابل ده ولا يقابل ده ولا مره في تاريخه. لا لا يا حبيبي، الفرق اداره. انت عندكم والله لعيبه كويسه ولعيبه كويسه، انتوا بعتوا اللعيبه بتاعتكم كلها. انت كانت عندك 20 الزمالك كان يخوف، كان عندكم 2 حراس جامدين، جنش وابو جبل، وعندك زيزو، وعندك بن شرقي، وعندك ساسي، وعندك طارق حامد. انت ما رضيتش تاخد دوري ابطال افريقيا، وبعد كده بعت اللعيبه دي. بعتها ليه؟ لا يا كباتن، الاهلي اداره، الاهلي بيكسب مجهوده. لا يا كباتن، لا يا حبيبي، الراجل اللي بيتكلم ده انت تاريخك ايه يا كابتن؟ انت تاريخك كله الخناقه مع حسن شحاته سنه 2006 ودول السيد الله يرحمه حسني مبارك والجماعه اتدخلوا ورجعت تاني المنتخب. لا يا كابتن، وانت تاريخك ايه يا كابتن؟ تاريخكوا ايه؟ تاريخكوا عملتوا ايه لمنتخبكم؟ عملتوا ايه لمصر؟ انتوا عملتوا ايه لمصر وعملتوا ايه لناديكم؟ انتوا اللي عملتوا كله في الكباتن دول اللي لعبوا دول، لا عملوش حاجه للزمالك ولا عملوا حاجه للمنتخب. لا يا حبيبي، ركز مع فرقتك وبص في ورقتك، كل واحد يبص في ورقته، وكلنا ورا النادي الاهلي نشجعه. مفيش حاجه اسمها لا نشجع الاهلي، كلنا ورا الاهلي. مفيش حاجه لا نشجع الاهلي. الاهلي وحش عنك مشجعته يا حبيبي، عنك مشجعته. ده النادي الاهلي نادي القرن، ده النادي الاهلي نادي القرن. الاهلي بيفرح مصر، هو من ربنا كده من اول 1907 لحد وقتنا هذا. الاهلي هو الوحيد اللي فرحة مصر، الاهلي الوحيد اللي فرحة مصر. العالم كله ما شاف الاهلي، اول ما قال الاهلي كله قام سقف كده اهو، كل قام سقف النادي الاهلي. لا ما تقلش من النادي، لا عشان انتوا لعبتوا. تاريخكم ايه يا كباتن؟ تاريخك ايه يا كابتن؟ 2006 مع خنادك مع الكابتن حسن شحاته، والكابتن التاني اللي بيتكلم بيقول لا تاريخك ايه يا حبيبي؟ تاريخك ايه؟ لا تاريخكم ايه؟ كلكم على بعضكم تاريخكم ايه مع مصر؟ عملتوا ايه لمصر وعملتوا النادي الاهلي، قصدي نادي الزمالك، عملتوا له ايه؟ خد دوره فزتوا بدوري ابطال افريقيا، رحت كاس عالم انديه، نمت مع البايرن ميونخ ونمت مع ريال مدريد، ورحت فندق ومع ريال مدريد والبايرن. لا تاريخكم ايه كله؟ انتوا تاريخكم ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا يا حبيبي، ركز خليك مع فرقتك او ركز في شغلك بس. عايز تلعب كوره تاني ارجع العب تاني. تاريخكم ايه؟ اسمع الكابتن وائل الالباني قال ايه بس، وكده اخر حاجه اختمها مع حضراتكم. لا. بص يا ابراهيم، انا راجل زملكاوي، مفيش حاجه اسمها شجع الاهلي. ان هو يعني اولا النادي الاهلي نادي كبير، تمام، وكبير بجماهيره، مش محتاج وائل الاباني ان هو يشجع النادي الاهلي. لكن لازم اقول لك على حاجه، النادي الاهلي كون ان هو يمثل مصر فده شرف لينا ولمصر. ده الكلام اللي اتقال. انا ممكن اقول لك كلام ترندات والناس لا. النهارده النادي الاهلي بيمثل مصر في بطوله كاس العالم، فده يحسب للمصريين كلهم سواء اهلي وزمالك اسماعيلي. ليه؟ لان لما الناس تتفرج عليه، لما العالم كله يتفرج عليه. وده كلام محترم من الكابتن وائل الاباني. خلاص كده خلصنا، كلنا ورا النادي الاهلي، كلنا نشجع النادي الاهلي. كان معكم باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم، ومنسوش اشتراك
وتفعيل الجرس على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. شكرا، إلى اللقاء، سلام.